الكعك السوداني التقليدي المحمر المجمر ريحة السمنة فايحة منه بمكونات سهلة وبسيطة. شايفين التحميرة والتقميرة؟ لازم يا اخوانا لون الكعك يكون من جوا كده خطير، ما تتخيلوا رهيب كيف. 3 أكواب دقيق عليهم رشة بتاعت ملح وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. بجيب لي معلقة صغيرة ريحة الكعك موجودة في أي عطارة أو كافور أو هبهان مسحون مع قرفة مسحونة، الحاجة متوفرة عندكم واللي انتوا بتحبوها. بعمل لي فتحة في النص، بحط لي معلقة كبيرة سمسم محمص وكوب بتاع سمنة يكون حار، ما تغلى يكون حار بس. كوب سمنة زائد معلقة كبيرة، وابدأ أخلطهم مع بعض عشان ألم العجينة. يا 3 معالق كبيرة حليب، يا 3 معالق كبيرة قشطة، يا 3 معالق كبيرة زبادي. أنا بفضل القشطة لأنها بتخليه كده هش وطعمه جميل. بعدين بالقطاعة أنا بمشيه كده بورقة زبدة يا جماعة عشان بس يكون السطح كله واحد ويكون شكله جميل، لكن ما إلا الخطوة دي ما ضرورية. بقطعهم بالشكل اللي انتوا يعجبكم، وعلى حرارة 180 يكون الفرن ساخن مسبقا. بياخد من 30 ل40 دقيقة. أنا بخليه 35 ل40 دقيقة عشان ده يكون محمر ومقمر. يعني أنا بحب التحمير حق الكعك أهم شي عندي. وما تنسوا يا جماعة إنه الكعك بتسكر تاني يوم. وبالعافية عليكم، ولازم تجربوا أحلى وصفة بتاعت كعك.